بهذا الموقع وعلى صخور شاطئ أنزا تم اكتشاف آثار على شكل أقدام الطيور، إلا أنها بحجم أكبر، مما أكد ما تتداوله ساكنة الحي منذ عقود حول تواجد آثار أقدام ديناصورات على الشاطئ، إلا أنها ظلت مغمورة لعشرات السنين بفعل الطحالب، وموجات المد البحري التي شهدتها منطقة أنزا أحيت ذاكرة المكان. عثرنا على هاد المجموعه ديال الاثار اللي هي كترجع الاقدام اللي كنا في منذ 20 سنه تقريبا منذ القدم كيتداولوها الناس بان كاين اثار ديال الاقدام ديال الديناصور، ولكن هاد الايام الاخيره مع المد البحري استطعنا باش نشوفوا هاد الاثار بكميه ما يقارب 50 قدما موزعة على مسافات شاسعة تم اكتشافها بشاطئ أنزا، شكلت محور اهتمام الباحثين والمتخصصين في المجال الذين سارعوا إلى عين المكان من أجل التحقق من صحة هذا الاكتشاف وتحديد قيمته العلمية. هذا الموقع هذا مهم جدا من الناحية الجيولوجية، علاش؟ لأنه فيه آثار أقدام الديناصورات. هاد الديناصورات اللي عاشت هنايا في العصر الطباشيري العلوي، وبالضبط في واحد لاج اللي سميتو السنتونيان، يعني هذه 85 مليون سنه. المواقع ديال اقدام الديناصورات في هذا العمر قليله في المغرب، يمكن تكون هذه الاولى في المغرب، وقليله حتى في افريقيا. القيمه الثانيه وهي يعني لا كاليتي دو بريزيرفاسيون، يعني انها محفوظه بواحد الطريقه جيده جدا، محفوظه بطريقه جيده جدا وتتمكن دراستها بسهوله. وتطالب الجمعية المغربية للتوجيه والتكوين الهادف التي كانت لها المبادرة في البحث والتنقيب عن هذا الكنز التاريخي لحفظ هذا الموقع حتى يعزز لبنات البحث العلمي لذوي التخصص وكد استثماره كوجهة للسياحة الثقافية، مما سيساهم في إغناء المنتوج السياحي لمدينة أكادير.